الشوط التاني خلص ونهاية المباراة بين الأهلي ومودرن سبورت في ماتش غريب، في ماتش عجيب، في تفكير مدرب في حتة تانية تقريبا. روبيرو احنا مش هنحكم عليه ولا هنقول وحش ولا حلو، بس احنا بنقول عارف انت بداية كده في حاجات غريبة. هو مش هو لوحده، هو المدربين. يعني ايه انا ابقى عندي بن شرقي وانزل طاهر محمد طاهر؟ دي انا مش فاهمها خالص مع احترامي لطاهر يعني. بس يعني على العموم الأهلي تعادل بطريقة غريبة، بطريقة تخوّف. في اللي قدّام الأهلي بدون خطة، بدون لعب، بدون تمركز لعيبة، اللعيبة مع الman to man بتاع الفريق التاني يعني تقريبًا ما حدش بيعمل مشاكسة أو مراوغة أو إلا أحمد السيد زيزو. حقيقة عامل أداء عالمي، عالمي، وخصوصًا في الشوط التاني، خصوصًا يعني في الشوط التاني. الشوط الأول كله كان النادي الأهلي للأسف النهارده كان أداؤه سلبي، حتى بالشوط التاني اللي كان فيه نفحة وكان فيه ريحة من ريحة النادي الأهلي وشخصيته، لكن بدون مبالغة اللعيبة مش موجودة على أرض الملعب. ما فيش إلا ياسين مرعي، ما شاء الله، الله أكبر، ياسين مرعي الله أكبر عليه، وأحمد السيد زيزو. هم دول يعني الروائح الحلوة والمسك اللي ظهروا في قلب الملعب. ريبيرو عليه لوم كتير، ايوه عليه لوم كبير، وعليه لوم اكبر ان هو بالتشكيله اللي هو بيجرب بيها. زي ما قلت انا بعد ما الشوط الاول خلص، قلت كارثه احمد رضا مع قفشه مع بن رمضان. دي يعني لو في عندهم مرتدات حقيقيه لعيبه مودرن سبورت كانت عملت خطوره قويه أوي. ده مش نص ملعب يعني، مع احترامي. اتمنى ان روبيرو يتغاضى عن اخطائه ويتغاضى عن فكره ان انا اجرب، لان احنا خلاص دخلنا الموسم. انت مش في وديات دلوقتي، احنا دخلنا الموسم. ما ينفعش الخطه اللي انت بدأت بيها من اساسه، يعني من اساسه. انا مع احترامي محمد شريف، انا عندي بن شرقي احلى من وينج خالص يعني. انا مش معترف بن شرقي يا جدعان وينج يعني، ده اولا انا بحبه اصلا كسترايكر، بيلعب بهده حلو، وكان في الوداد اصلا بيلعب بهده حلو، وكان بيلعب مهاجم، بيلعب يعني مشاكس، بيروح ويجي. انت بتحط وينج، انت مش مقتنع بوينج لان هو يعني دفاعيا مش احلى حاجه، خلاص احطه مهاجم يعني الراجل. يعني الموضوع بسيط، ما فيهاش حاجه لما تلعب بتريزيجيه وقدام بن شرقي وعلى الجنب اليمين زيزو. شوف احلى لعب يعني. احنا لسه في الاول، بدايه موسم، انتهت المباراه خلاص، نقفل الصفحه، نفكر في اللي جاي، لكن نتغاضى من الاخطاء يا ريبيرو. احنا مش في حقل تجارب، خلاص احنا دخلنا في الجد، مش في حقل ان احنا بنلعب وديات يعني. يا رب يبقى في تركيز اكتر من كده، عشان الشكل وحش قوي قوي قوي. بالتوفيق للنادي الاهلي في